5 أنواع لألم الصدر. في دقيقة هقولك امتى تطمن وامتى تجري على المستشفى. أول نوع الحموضة، لو الألم عبارة عن حرقان بيطلع من المعدة للصدر بيزيد بعد الأكل أو مع النوم، وممكن تحس بطعم حامض في زورك، فغالبا ده ارتجاع أو حموضة في المعدة. تاني نوع الشد العضلي، لو تقدر تحدد مكان الوجع بإيدك والوجع بيزيد مع الحركة أو لما تضغط على المكان أو بعد مجهود، فغالبا السبب شد عضلي. التهاب الغشاء البلوري، لو الألم حاد زي السكينة وكل نفس عميق أو كحة بيزوده، خصوصا لو في حرارة أو كحة، فده ممكن يكون التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. نوبة الهلع، لو الألم مع خفقان شديد وضيق نفس ورعشة وإحساس إنك هتموت، فبعد استبعاد الأسباب الخطيرة والعضوية ممكن تكون دي نوبة هلع. أخطر نوع هو جلطة القلب، لو حسيت إن في حجر تقيل على صدرك أو ألم ضاغط في منتصف الصدر استمر أكتر من 15 ل 20 دقيقة، وممكن يمتد للدراع الشمال أو الفك أو الظهر، ومعاه عرق بارد أو ضيق نفس أو غثيان، ممكن تكون جلطة قلبية. ما تستناش ولا تاخد مسكن، روح الطوارئ فورا. وفي النهاية مش المطلوب إنك تعرف تشخص المرض، المطلوب إنك تعرف إمتى تقلق وإمتى تطلب المساعدة. ولو وجع الصدر شديد أو غير طبيعي، ما تراهنش على الوقت، لأن في أمراض كل دقيقة فيها بتفرق. احفظ الفيديو وشاركه مع غيرك.